مساء الخير، مساء الورد والفل حبايبي، كيفكم؟ بدنا نبلش مع بعض شوية طبخات هيك كل يوم نعمل حاجة، ولو أنها حاجات بسيطة. ولكن معلش في ناس مبتدئين ما بتعرف، سبحان الله. الناس مفكرة أنه لازم تحطي كيلو لحمة فروشتين، ما بعرف شو. شوفوا يا جماعة، الأكل بسيط جدا، ونحن عايشين ناكل عشان نعيش، مش عايشين عشان ناكل، ناكل عشان نعيش. اوكي حبايبي، رح اعملكم اكل لأربع خمسة اشخاص. اوكي، عنا رز ببازاليا رح اعمل، عنا سحفة بازاليا، عندي بصلة واحدة. البصل كتير غالي ومو شرط يعني نحط أربع خمسة بصلات. بصلة واحدة مقصوصة، ورقة غار مش ضرورية هي، بس أنا بحبها لكوني بصراحة هي معروفة. حتى لما تكون عندكم طاقة سلبية بالبيت بتحرقوها، هي بتسحب كل الطاقات السلبية. بحبها بالأكل، بحب أحرقها، بحب أعملها لوشي، بحب كل شي ورقة الغار لأنها كتير كويسة. شوفوا اللحمة يا جماعة، اللحمة أنا لما بجيب لحمة من القصاب بمسكها كلها هيك وبقرطسها، بعمل منها شي 20 وحدة هيك بصراحة. هيك أنا ما بعملش لحمة كميات كبيرة، لأن أول شي على شي اللحمة غالية، وثاني حاجة اللحمة للفاح مش للكترة. مش لازم نحط كيلو لحمة، كيلو رز، لا لا لا، هذا الأكل لخمسة أشخاص. هلا حبيبي نبلش مع بعض الرز ببازاليا. شوفوا لي جمال الرز ببازاليا. بنشعل غازنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط زيت الطبخ، طبعا مش زيت الزيتون لانه زيت الزيتون بصراحه غالي. ما نكثر زيت خاصه برمضان لان مش كويس على المعده، ومش ما تكثروش زيت يا جماعه. حاولوا تحطوا معلقه، معلقه ونص. مو الزيت مو كويس، الزيت مو كويس رجاء. بنخلي زيتنا يسخن. سخن الزيت، بنرمي البصل مع ورقه الغار اللي هي اللولة ما بعرف شو تقولوا لها. خليه يذبل، بس يذبل، لا بنحمر ولا بنحرقه، بس يذبل. الشغلة مو بالكترة يا جماعة وبالفجعانة. هذا الأكل لخمسة أشخاص، برجع بقولها. ذبلت البصلة بنحط اللحمة. أنا بتعجبني اللحمة الناعمة لأنه ما فيهوش روح، بسرعة ما شاء الله بتستوي. انا اكلي بسيط بصراحه، وما احبش. مش بسألك تبذر، اللي عنده ياكل صحة، ولكن حتى لو عندك حاولي تقتصدي، لانه كثرة اللحمة بتعمل امراض. كنت بتحاولي كثري من الخضرة مش من اللحمة. اللحمة خليها للكفاح بس، مشان اكلتك تكون هيك جميلة. سبحان الله، هي اللحمة تعطي زكاوة يعني للاكل. تمام، لحمتنا لا بأس فيها. هلا رزنا مغسول وحاضر ومنقوع. نرمي البازاليا، بازاليا لانه الفرزه ما فيهاش روح كمان، بسرعه ما شاء الله بتستوي. هلا يا جماعه، انا حطيت كاس ونص رز. الكاس ونص رز يكفي على فكره لخمسة ستة اشخاص بصراحه. الكاس ونص رز. سموا بسم الله، بس قولوا بسم الله الرحمن الرحيم والاكله بتبقر معكم. اللهم صل على سيدنا محمد. امي كانت تعمل كيلو رز لثمانية اولاد، يعني ثمانية وامي تسعة واولاد اخواتي، وما شاء الله يفضل منه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تعملوا شغله قولوا بسم الله، وشوفوا قديش بتفضل معكم، قديش بتضلها معكم، بتكفي وبتوفي ما شاء الله. كاس ونص رز على كيس بازاليا، وعلى تقريبا 150 او 200 جرام لحمه. وشوفوا الرز ببازاليا مو فاضي على فكره، والله مشخشخ. ها، ما تقولوا فاضي من اللحمه وفاضي من الرز وفاضي من كل شيء.
والله ما شاء الله معبي. الاكل يا جماعه مو للبهوره. هلا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ليكا اللي بتحب الزبده بتحط الزبده، واللي بتحب السمنه بتحط شويه سمن، واللي انا بفضل الزيت الزيتون، تقريبا نص معلقه زيت زيتون هيك رشه خفيفه. بنحط الملح كمان حسب الرغبه. انا مجربه بهاي المعلقه الصغيره، معلقتين صغار بتكفي تطلع كويسه ان شاء الله باذن الله. والرز البازيلا ما بدوش بهارات كثيره بصراحه، ما بدوش، لا بس فلفل اسود وملح، واكله بتجنن يا جماعه. يا البازيلا جميله. شو بها ما بديش تفتحي. هلا بنحط شوي فلفل، حطينا مع الملح، بنحط شوي فلفل اسود حسب الرغبه، ما نكتر الفلفل الاسود. بنحركها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا المي سخنه طبعا، بنغمرها. لا تقيسوا لا تقيسوا، حطوا بسم الله بالبركه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنغمر الطنجرة وبنخلي الغاز عالي، بس تغلي تبلش تنشف بنغطيها وبنسكر وبنقص الغاز. اوكي، يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. هلا بنغطيها وبنخليها لين تبلش هيك تنزل الهاد. نتركها هلا شوي، وان شاء الله بنقص في الغاز. نقصنا في الغاز وخليها تغلي. شو بيجي مع رز البازيلا يحذركم؟ طبعا السلطة اللي بده اياها الانسان، ولكن انا بفضل سلطة تانية. شو هي؟ جرجيك اسمها، اللي هي لبن بخيار وثوم. بصراحة مفضلة عندي يا جماعة. اول شي جوزي كتير بيحبها، اللي خلينا اياه يا رب. وثاني حاجة باردة هيك وما احلاها، وخاصة برمضان هيك بتبرد هيك حلوة حلوة. اجت على الثوم، كملوا كلهم شو ليفوا فمكم. معجون اسنان حطوا علكة بفمكم، خلص بيروح كل الريحة. في ناس ما بتحب الثوم، لان اللي ما بيحبوا الثوم كلوا وامشوا اغسلوا حطوا علكة او ورقة نعناع، بيروح كل شيء. هلا حبايبي بنقصها جويدة هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا جماعة، الاكل مش للتخمة، الاكل مش تفرج عليا كيف عم باكل وكلها كيف عم. لا 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 لا. الاكل اخلاق وادب. الاكل كلي مشان تعيشي، مو عايشه مشان تاكلي. فهمتوا علي يا حبايبي يا غالي؟ يا حبايبي وحشتوني، تعالوا مطرحكن لسه لحاله، لو غمض وافتح والاقيكن جايين. خليكي وانتي تعملي في الاكل بمحبه، مش انك مجبوره، بس تعملي الاكل بمحبه بيطلع لك باذن الله الاكل كتير طيب. بنقشر سنة ثوم كبيرة أو سنتين ثوم صغننين. أنا بفضل سنتين ثوم صغننين. اللي يحب الثوم الثاني كتير بيكثر يا جماعة، وما بيضرش، خاصة اللي عنده طونسيون. العالم كلها صار عندها طونسيون تقريبا، نصف يا رب. الله يشفي كل مريض وكل موجوع بجاه سيدنا محمد. يا جماعة اللي خاف على حاله من الأمراض
ميكثرش الاكل وما ياكلش بالليل رجاء، والاكل مش فخرة. وبالله اللي فاتوا عمرهم ال40 سنة، اللي فاتوا ال40 سنة بيحافظوا على يعملوا دكتور لحالهم، يعملوا دكتور لحالهم، يعني بيديروا بالهم على صحتهم. اوكي، مش اللي بيلاقوه قدامهم بياكلوه. انا بحب هاي الدقاقة، بتذكرني بالطبخ الجميل، الطبخ اللي هيك والله احسن كل شي هيك سريع سريع. بحب اسمع صوت هون عم بطبخ والله. وهلا يا غوالي بنيجي هون لللبن. اوكي، بسم الله. بنحط المي تبعه اول، بعدين نحط لك معلقه لبن. لبن ياغورت طبيعي، يعني ما هيك تقولوا الياغورت طبيعي صح. اكلتنا بسيطه خفيفه، ما بدهاش لا بدها مصروف ولا بدها وقت كتير. الرز لما يكون منقوع 12 دقيقة بيحضر. لما يكون نزيدها شوي مية. هلا ها شو بنحط لها؟ هلا ها بنحط لها ملح، بسم الله، ملح حسب الرغبة، نعنع اجباري بهاي السلطة النعنع، نزيدها شوي ماء. والله يا جماعة معدلة، أنا بدون ما أذوق وما ظبط أموري لأني حافظتها. هلا هي بنغطيها، إذا بدكم تاكلوا مش يعني بعد ساعة أو شي بتغطوها، تحطوها بالبراد بتزيد تبرد. إذا حاضر الأكل بيكون أفضل. هلا هاي 3 معالق تقريبا ياغورت طبيعي، لبن يعني بنقوله بتركيا. خيارة واحدة، ماء بارد، نعنع، سنتين ثوم، ملح. هلا هاي حاضرة، هاي بتعمل تقريبا 5 كاسات عاديين او 5 صحافي او هيك. هاي نقطة متشبحيش لحالها، ما تعملها شي والله صح، تعملها شي لنقة مسكين. فرحت اليوم جمعة، كل جمعة وانتم بخير، وكل اسبوع وانتم بخير، وكل حياتكم خير ان شاء الله. اشتريت شوية خضرة، بصراحة ما كثرتش لانه الغلا جهنم. اشتريت شوية خيار، شوية طماطم، فلفل حار احمر واخضر، بس بصراحة بطاطا، اشتريت بطاطا كمان. وقلت كل يعني ما راح اشتري خضرتي، نحن عيلة صغيرة وما ناكلش كتير. ولقيت لما بدنا نشتري من اسبوع لاسبوع بيضلوا اكثر من اسبوع وبينتزع. لقيت لحالي كل ما بيخلص محلات كلها بجنبي، كله نفس الشيء ونفس السعر، بطلع بجيب بجنبي احسن. ولا لا هيك من يومين كبيت كتير خضرة، حرام بجد حرام. انتزعت ليش؟ نحن ما نشنا اكلين يا جماعة، سبحان الله. نحن يعني بنشوف الناس تبارك الرحمن وهيك نفسها مفتوحة على الأكل. أنا باكل حمصة بحب والله. أنا لو جيت باكل مثل هون ولا تلاقيني هيك. هلا نشوف رزنا. الرز حضر يا جماعة، الرز حضر ليكم، بالرغم ما وصلت أبدا هذا الكاميرا. شو ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله. ما هو الرز بس ينشف يعني خلص، لما تغمري بالمي وبس ينشف يعني هو هلا في امان. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا سلام يا سلام. هلا بنشيل هاي الورقة اللي ما عادش إلها لازمة. شلنا الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بسم الله. هلا إذا بدك تزيني بالصنوبر تحطي شوية صنوبر، خليهم في الزبدة ولا السمنة وتزيني بهم. أوكي، ما بدك، يا ما شاء الله ما أحلاها، صح ولا أنا غلطانة؟
يا جماعة قلت لحالي برح اخلي ببالكم شي، رح اقلي الصنوبر بشوية زبدة سمنة، بشوية سمنة، ورح افرجيكم. يلا كمان نحاول بكل شي بنقلل يا جماعة السمن والزيوت والهدول. هلا هاي السمنة اللي هي زبدة بصراحة، وأنا اللي مخرجة منها الحليب، أنا اللي عملتها سمنة. والله يا جماعة ريحتها بتشل، بتطير العقل، ريحتها بتجنن. يا سلام يا سلام على روايح المطبخ. اوه خاصة في رمضان الجيران كلهم بيشموا. اكلتك بسيطة بس تزيدها شربها برمضان اذا بدك. هلا في ناس كتير بتقلك اوه الرز بازيلا لازمه كيلو لحمة ولا رطل لحمة ولازمه لا 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 لا، الجودي بالموجود بالموجود. وهلنا رزنا الصنوبر حاضر. ما شاء الله ما شاء الله، شو بنعمل له يا حزركم. يا سلام يا سلام يا سلام. هلا بنيجي هون ونزين الطبق تبعنا. اوكي نيجي للتمر. بسم الله. وحتى السمنة هديك اللي هي قليلة جدا معلش بنحطها فوق الرز، خليها يتشبع معلش، هي سمنة ما رح تضر. الله يا سلام يا سلام يا سلام. شفتولي على هيك الجمال، شو رأيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله. من شيء اعمل شيء بقلكم. كل عام وانتم بخير. باي باي حبيباتي، شكرا لكم على المشاهده. كم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا السبسكرايب، لايك واشتراك. باي باي.